السلام عليكم. الجزائر الوضيعة كلبة إيران المطيعة تدعم بشار الأسد ونظام الشبيحة ضد المعارضة في سوريا. وهذا الشيء اللي أكد عليه أحمد عطاف في اتصال تليفوني كان مع نظيره وزير الخارجية السوري اللي هو بسام سباغ، وأكد له موقف الجزائر الثابت حكومة وشعبا في التضامن مع بشار الأسد ضد ما أسماها التهديدات الإرهابية التي تهدد سيادة ووحدة وسلامة أراضي وأمن واستقرار سوريا الصديقة. وكذلك بسام سباغ وزير خارجية الشبيحة في سوريا شكر أحمد عطاف والجزائر لدعمهم لبشار القريبيع، وكذلك شكر الجزائر على دعوتها لاجتماع عاجل في مجلس الأمن لدراسة الأوضاع في سوريا، وكذلك شكر الجزائر على إدراجها ملف سوريا والتطورات الأخيرة في سوريا في الاجتماع العاجل أيضا لجامعة الدول العربية، الاجتماع الذي سيكون يوم الأحد. وبالمناسبة الاجتماع الذي لن يترتب عليه أي شيء كالعادة، داك الاجتماع ديال الجامعة العربية شوية القهوة والتمر وداك الشيء والكوتي كوتي، وينتهي الاجتماع ويتمخض الجبل فيلد فأرا صغيرا كما هي العادة في تلك الاجتماعات. وبالمناسبة حتى الاجتماعات ديال مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة، وهنا كيبان الدور ديال الجزائر الوضيعة القربوعة. الجزائر اللي كتقول لك نظام المخزن، المغرب هي دولة وظيفية تعمل لصالح القوى الأجنبية والقوى الاستعمارية، والجزائر هي حذاء متعفن في رجل إيران ونظام آية الله القربوعي. وهنا سمحوا لي غندير واحد الربط، غنضطر ندير واحد الربط حيت مؤخرا كان تبور استقبل وزير الداخلية السعودي اللي هو الأمير عبد العزيز بن سعود، وعندها الجميع تساءلت عن سبب تلك الزيارة، خصوصا أن وزير الداخلية السعودي جاء وجاب، يعني جاء مع واحد رسالة من ولي العهد السعودي، رسالة موجهة إلى تبون في الجزائر. ودابا غندير الربط بأن ممكن هذاك الاجتماع كان بخصوص أوضاع في سوريا، وكنعرفوا بأن السعودية الشقيقة مؤخرا طبقت العلاقات مع سوريا مجددا، حيث كانت سوريا طردوها من الجامعة العربية في 2011. وبالمناسبة الجزائر هي اللي سعت و يعني بذلت الغالي والنفيس والجهود الجهيدة لكي تعود سوريا إلى حضن الجامعة العربية. فأكيد هذاك الاجتماع كان بخصوص الأوضاع في سوريا، خصوصا نعلم جميعا بأن الجيش الجزائري الباسل الذي يقول بأنه يعني وجد لكي يدافع عن الشعوب المطحونة، وفي التدريبات العسكرية في الجزائر يتغنون بالشعارات وبدعم فلسطين. يذهب الجيش الجزائري ليحارب مع بشار الأسد ضد المعارضة، في حين أن غزة وفلسطين تقع على بعد خطوات فقط من سوريا. يعني من السهل المرور من سوريا ثم إلى لبنان ثم إلى حليفهم الآخر حزب الله ديال إيران، والذهاب للقتال مع الفلسطينيين، وأن تقف الجزائر تقف مع فلسطين في هذه المحنة. ولكن الكبرنات الرعاع الأوباش المنحطين يتاجرون فقط بالشعارات ويدعون بأنهم يقفون مع فلسطين ظالمة ومظلومة، وهم فقط يربطون القضية الفلسطينية التي لا تهمهم بقضية البوليساريو الإرهابية، البوليساريو التي يأوونها على أراضيهم بغية تقسيم أراضي المملكة المغربية العلوية الشريفة، وذلك في أحلامهم. لن يستطيعوا أن يحصلوا على حبة رمل من صحرائنا المباركة. يعني الجيش الجزائري يذهب ليحارب في سوريا ولا يذهب إلى فلسطين، وهو يتاجر بالشعارات أنه سيقف مع فلسطين. يا للعار والشنار. وبالمناسبة هنا
يتبين لنا جليا لماذا سقطت حلب في يد المعارضة، لأن بشار الأسد يعول على الجيش الجزائري الوضيع الذي لم يكسب حرب في حياته ولم يحارب قط في حياته، وكان دائما يستقبل الاستعمار بالتمر والحليب والأهازيج وغناء أغاني الراي. عندما جاء العثمانيين استقبلها الجزائريون بمؤخراتهم، وكذلك عندما دخلت فرنسا لم يطلق الجزائريون رصاصة واحدة ضد المحتل الفرنسي، وكانت الجزائر أول دولة تستعمرها فرنسا في إفريقيا كلها، والجزائر تهدد المغرب. خسئتم وخاب سعيكم أيها الرعاع. وبالمناسبة قامت تونس والجزائر بإلغاء التأشيرة على الإيرانيين، وكذلك ردت إيران بالمثل وألغت التأشيرة على الجزائريين والتونسيين. يعني ممكن أن نجد التوانسة والجزائريين يسافرون إلى إيران ليحضروا طقوس الشيعة هناك في أصفهان وممكن في كربلاء، وأن يضربوا ظهورهم بالأصوات، وأن يتحيروا على أنغام الزير، وأن يصيحوا لعلي، وأن ينتظروا خروج جعفر الصادق الذي دخل إلى السرداب في كربلاء ولا زال هناك ولا زال هناك مختبئ في السرداب. بالمناسبة جعفر الصادق هو أحد ذرية الإمام علي رضي الله عنه، وجميع الشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمان لكي يقود الشيعة إلى النصر. وبالتالي ممكن أن نجد الشعب التونسي والشعب الجزائري يتشيع. عموما الجزائر هي حذاء متعفن متسخ في رجل إيران، وهذا هو مقام الجزائر، فلتعلموا مقامكم ومقام المملكة العلوية الشريفة. والسلام عليكم.